اليوم بدنا نعمل طبخة أهلنا وأحبابنا بالعراق الحبيب اسمها الدولمة. لحمة ورز عم بخلطهم مع بعضهم. بفضل لحمة ضاني بكون مدهنة عطول. المحاشي بدها لحم مدهنة وملح وفلفل. فيكم تحطوا بقدونس، نقرة الكوسة وباذنجان فليفلة حمرا وخضرا وكل الألوان وبصل. حطيته بالمايكروويف لأنه أسهل ما تسلقوه دغري بيفتح معكم. وورق عنب. بلشت بحشو الكوسة، شفتوا حطيت رز ولحمة، وفيكم تحطوا بقدونس وإذا بدكم ما تحطوا بقدونس، وبصلة صغيرة بتخلطون كلهم مع بعضهم مع ملح وفلفل حلو. وإذا بدكم بهار أسود. عبوا الكوسية نصها مشان تعطوا مجال للرز لما يتفتح ما تنفجر الكوسية. بلشت بحشي الفليفلة، جبت كل الألوان تقريبا. رح نعملكن اليوم الدولمة العراقية. أهلنا وحبايب قلبنا، وشكرا للشعب العراقي البطل عطول اللي بتلاقوه بالمحن. الشعب كريم مضياف وأنا بحبه. أنا بحب أهلنا بالعراق. مثل ما شايفين بتحشون نص حشوة، ما تكتروا، عطوا مجال لما تفلفل الرز بقلبها. أنا عم بعملها هيدي أول مرة. نحنا عادة نعمل الكوسة والورق عنب لواحد، نعمل مثلا السلق لواحد. هلأ ليكو كيف البصلة ما في أهون من حشو البصلة، أهون شي. شفتوا كيف؟ فاليوم رح أعملكم الكوسة الفليفلة كذا لون، السلق، الورق عنب والبصل والبطاطا. البطاطا بتسلقوها نص سلقة وبتنقروها وبتحشوها. عم بنلف الورق عنب. هلأ هي بتشوفوها هيني بس بتاخد وقت كتير، يعني لتحضروها خاصة إذا طبخة كبيرة بتقعدوا شو ساعتين، بس بتتاكل ب5 دقايق. ريتو ألف صحة. عم بلف الورق عنب قد ما فيكم شدوا الورقة. هلأ أنا حطيت لها بقدونس لأنه بدي أعملها على الطريقة العراقية. نحن بلبنان ما بنحط بقدونس للمحاشي إلا إذا كان بزيت، يعني من دون لحمة. مثل ما شايفين عم نعملها تشكيلة من جميع تقريبا الأنواع. الدولمة العراقية. وبعد شوي رح لفلكن السلق. السلق أكيد بتسلقوه والورق عنب بدكن تسلقوه نص سلقة، ما تهروا كتير مشان يتحمل لما يكون عم ينطبخ الورقة ما تخزق. وأكيد جبت لحمة لحتى بأرض الطنجرة. المحاشي بدها تكون منغنغة باللحم والدهن، يعني اللحمة اللي حطيتوها مع الرز لازم تكون فيها دهن منيح، خاصة إذا لحمة خروف يعني الضاني ما طيبة إلا بلحمة الضاني المفرومة. لازم برجع بقلكن يكون فيها الدهن لتطلع منغنغة. صفصفتهم بالطنجرة مثل ما انكم شايفين. هلأ فيكن تعملوا انتو المرقة بمعلقة صلصة، وحطيت انا زبدة بقلبها ورشة ملح بتزبطوا لملحة، ودلقت عليها ما كتير يعني تحمروها بس للتلوينة. معلقة صغيرة صلصة ودلقت عليها وغطيتها بصحن ضغطتها مشان تطلع مرتبة وحطيتها على النار. هلأ خلصت الطريقة العراقية. بحطوا خبز بأرض الصينية أو على وجه الطنجرة بتقلبوها. لازم يكون في خبز تحتها. ليكن اللحمة كيف طلعت مهرية. هذه كانت بقلب الطنجرة. ليكن الكوسة وأحلاه كيف مفلفل مهرهر الرز بقلبها. بدنا منكم ما تنسوا تدعمونا لايك شير سبسكرايب وألف ألف صحة.